مين قال لك ان السيتنج بتاع الكاميرا صعب؟ هما 3 سيتنج يا صديقي، لو فهمتهم هتصور مانوال وبكل بساطه، وانا هشرحهم لك دلوقتي بالبلدي. اعمل انت بس فولو ولايك للفيديو ده، يلا بينا فهمك. اول حاجه يا صديقي هي فتحه العدسه، ودي بتتحكم يا صديقي قد ايه ضوء هيخش لللينز. بتتحكم كمان يا صديقي في حاجه اسمها ديبس اوف فيلد، اللي هو الفوكس البلور يعني. والديبس اوف فيلد يا صديقي بكل بساطه قد ايه الباك جراوند بتاعتي بلور او شارب، معمول عليها فوكس يعني ولا مفيش فوكس. وبتحتاج الفوكس اكتر يا صديقي لما هتكون هتصور مثلا بورتريه، فبنوسع العدسه بتاعتنا على اكبر حاجه يا صديقي عشان خاطر تعمل لنا بلور في الباك جراوند، وده بيبقى حلو طبعا في تصوير البورتريه. لكن مثلا لو هنصور لاندسكيب فبنحتاج يا صديقي ناخد كل التفاصيل اللي في الصوره بتاعتنا، فبنضيق فتحه العدسه. تاني حاجه يا صديقي هو اسمه الشاتر سبيد، وده يا صديقي بيتحكم في سرعه الصوره. كل يا صديقي ما الشاتر سبيد هيكون اسرع، كل ما الصوره بتاعتنا هتكون ثابته ومش مهزوزه. وده يا صديقي لو انت بتصور سبورت تعلي الشاتر براحتك عشان خاطر تاخد اللقطات الصعبه اللي زي كده وما تكونش مهزوزه يا صديقي. لو عايز بقى تاخد صوره تبان فيها حركه المكان اصلا فانت هتبطئ الشاتر. ثالث حاجه يا صديقي بقى اللي هو الاي اس او او الايزو، ودي يا صديقي بنستخدمها لو حسينا ان الصوره بتاعتنا محتاجه ضوء اكتر. فلو انت عايز بقى تخلي الصوره بتاعتك منوره اكتر فهتعلي الايزو، بس خد بالك عشان كل ما بنعلي في الايزو بيظهر حاجه اسمها نويز. كل اختصار يا صديقي كل ما هتدرب نفسك اكتر على ال3 سيتنج دول كل ما هتطلع صوره بروفيشنال اكتر. لو عايز تتعلم اكتر عن التصوير ما تنساش تعمل لي فولو. سلام.